هل لو غيرت فلتر الفتيس بيبوظ ولا العكس؟ فجأة سمع صوت جامد في العربية، وقفت نقل ووقفت خالص. تساؤلات كتير بتجيلنا، هل تغيير فلتر الفتيس صح ولا غلط؟ معانا النهارده عربية كيا سيراتو، سمع كلام الناس اللي قالت له ما تغيرش فلتر الفتيس لحد ما مشي على الفتيس، وفجأة سمع صوت جامد في العربية، وقفت نقل ووقفت خالص. أول ما فورنا العربية وفكينا الفتيس وبنكشف عليه، لقينا ان السبب اللي عمل كل ده ان الفلتر دخل رايش واتكتم ومنع طلوع الزيت للكلاتشات، فالكلاتشات اتحرقت وبقت العربيه بتفل. علشان تعرف الفلتر ده بيحصل فيه ايه اما بيتكتم وازاي بيضر الفتيس، لو جينا بصينا مع بعض على الفرق ما بين الاثنين، ده الفلتر الجديد الاصلي وده الفلتر اللي اتكتم، واول ما اتكتم منع طلوع الزيت للكلاتشات فحرق الفتيس. مفيش حاجه اسمها فلتر ما بيتغيرش، واللي بيقول كده بيخلي مسؤوليته تماما من الفتيس لو حصل فيه مشكله. لو عربيتك فيها فلتر انترنال داخل الفتيس، لازم تتشيك عليه من 150,000 ل 200,000 عشان لو اتكتم هيحرق الفتيس. ولو الفلتر عندك في الكرتيره من تحت، يبقى كل 80,000 غيره علشان تبقى في السيف سايد. بس كده يا صديقي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.